السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من فضلكم يا اخوتي شاركوا في القناة تاعنا ليصلكم الجديد. بسم الله نبداو على بركة الله. نبداو في الفيديو تاعنا تاع اليوم اللي يتكلم على تقوية مناعة الطيور للوقاية من الأمراض، وخاصة مع حلول فصل الشتاء يشتكي الكثير من المربيين من مرض الحسون وموته. فطائر الحسون معروف على أنه طائر حساس وحساس جدا، لذلك أول وصية نوصيكم بها خاصة في هذا الفصل أنكم تحاولوا تبعدوا ماكسيموم بوسيبل الطائر تاعكم على التيارات الهوائية اللي هما لي كورون داير. كاين اللي يقول لي يحب يدوش الحسون تاعو في فصل الشتاء. انا ندوش الحسون تاعي في فصل الشتاء بصح كي تكون موجوده الشمس فقط، ولا تدوش له في الدار. تقدر تدوش له في الدار وين يكون مكان دافئ، ما تدوشلوش في البالكون ولا وين يكون البرد يقدر يمرض لك. ثاني شيء هو شيء اللي راح نشرحه بالتفصيل في الفيديو تاعنا تاع اليوم، حيث لازم تكون عندنا هذيك فيتامين سي. هذه يبسالي متواجده في كاع لي فارماسي، نقدروا ما نصيبوها في كاع ديورت، ماشي حاجه غاليه، ماهوش كاتبين البري تاعها بصح ماشي حاجه غاليه. واش نديرو؟ نحكمو هاهم كيما مبين لهنايا، نحكمو 6 حبات تاع فيتامين سي، معناتها هايليك نقسمو فيتامين سي على النصف ونقسمو على 3، النصف نقسمو على 3 على 3 أجزاء. نحطو بهذا الشكل هكذا، نحطو هاد الربع هاولي سدس وانا نقول تاع حبة فيتامين سي، نحطوه في المشربية ونخليوه يتفاعل كما راكم تشوفوا، نخليوه حتى يكمل التفاعل تاعو. وهذا تاني فيتامين سي ماشي مليح للحسون. هاذيك كي يكمل التفاعل تاعو نحكمو مغرفة تاع العسل، عسل حر بهذا الشكل. هذا خلطي ومن بعد نرجوه جيدا خلطة كما راكم تشوفوا. ماشي حاجة صعيبة بصح المفعول تاعها مفعول كبير صدقوني. هذي بعد كي نكونوا فرينا هاد المفعول تاعنا لازم قبل ما نقدموه نكونوا عطشنا الطائر تاعنا باش نقدموا المشربية. يقدر البعض يتساءلوا علاش نعطشوا الطائر. نعطشوا الطائر لسبب واحد، وشنو هو؟ باش كي نقدموا المشربية يقوم الطائر مباشرة بالشرب. كما معروف بلي هذا الفيتامين سي كي تطول تفقد الفعالية تاعها، ومام لو كان تقيسها أشعة الشمس تفقد الفعالية تاعها. على بها نعطشو الطائر باش كي نقدموهولو يشربو مباشرة هكذايا. وهاد الفيتامين سي نقدروا نستعملوها مرة في 15 يوم، تكفي بشكل تكفي تما لوقاية الطائر تاعنا من البرد. خطرة واحدة في 15 يوم، انا نستعملها خطرة واحدة في 15 يوم. كاين بعض الاخوة يستعملوها خطرة في سمانة، انا بانت لي خطرة في 15 يوم تكفي. جامي شكيت من المرض تاع الطائر تاعي، سورتو اذا كنا راعينا واش كنت نشرح لكم قبل التيارات الهوائية. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو تاعي، واذا استفدتوا منها ما تنساوش تبارطاجيوها باش وتشاركوا معنا باش صحابكم وجميع المربين اللي تعرفوهم يستفادوا معنا ان شاء الله. ومع الاخير بقى لي غنقول لكم يعطيكم الصحه وشكرا على حسن المتابعه والإصغاء. نتلاقاو في نتمنى تكونوا استفدتوا، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله مع موضوع جديد.